في وقت الليل لما كل حاجة حواليك تهدى وتحط راسك على السرير وتقول خلاص هرتاح، تلاقي العقل قرر يعمل العكس تماما ويبدأ يشغل نفسه ويفتح ملفات قديمة جدا ويطلع ذكريات كنت نسيها ويجيب صور ناس عدوا من حياتك ويجيب مواقف ضحكتك ومواقف تعبتك ويخليك تسأل نفسك اللي عشته ده كان شكله عامل ازاي، وهل انك كنت راضي ولا بتحاول ترضي نفسك وخلاص، وتلاقي نفسك ماشي جوا عقلك كأنك ماشي في طريق طويل مليان أبواب، كل باب وراه قصة وكل قصة وراها إحساس، وتلاقيك ساعات تبتسم وساعات تهدى وساعات قلبك يتقل شوية، لكن رغم ده كله تحس إن اللحظة دي حقيقية جدا، لأن ما فيش حد قديمك غير نفسك، وما فيش صوت غير صوت تفكيرك، وما فيش مشاعر غير اللي جواك، وتبدأ تقول لنفسك أنا وصلت لحد فيا وكنت فيا وبقيت شكل ايه دلوقتي، وتحس ان الليل بيكون اقرب وقت نكون فيه صادقين مع نفسنا، لان مفيش حاجة بتلهيك ولا اصوات بتغطي على صوت قلبك وعقلك، وتلاقيك غارق بين افكارك ومش قادر توقفها بس في نفس الوقت مش عايز تهرب منها، لانك حاسس انك محتاج تسمعها، وتبدأ الافكار تاخذك ناحية الماضي بشكل اعمق، وتلاقي نفسك راجع لذكريات قديمة جدا يمكن من الطفولة، من الايام اللي كنت فيها بسيط ومش شايل مسؤوليات ولا قلق، وتفتكر الضحك واللعب والناس اللي كانوا حواليك، تقول لنفسك أن الزمن بجد بيغير كل حاجة، وتفتكر مواقف كنت صغير فيها وما كنتش فاهم معناها، ودلوقتي وأنت أكبر بقيت تفهم قيمتها وتستوعب دروسها، وتفتكر مواقف كنت فأكرها صعبة جدا وقتها، بس دلوقتي لما تبص عليها من بعيد تلاقيها كان سبب في قوتك، وتفتكر كما الناس خرجوا من حياتك، وتقول لنفسك كل حد كان موجود كان له دور، وكل حد مشي كان برضة له حكمة، ويمكن لو كانوا موجودين دلوقتي حياتك ما كانتش نفس الشكل، وتلاقي قلبك بيفكر وعقلك بيفكر وروحك كأنها بترتب الأحداث وتبني صورة كاملة لحياتك، وتقول فعلا كل حاجة بتحصل لها سبب حتى لو مش فاهمه وقتها، ومع التفكير ده كله تحس انك بدأت تفهم نفسك أكتر، وبقيت شايف انك اتغيرت وبقيت شخص أقوى وأعمق، وبعد شوي العقل يدخل في مرحلة مراجعة أكتر، ويجيب اللحظات اللي كنت ممكن تتصرف فيها أحسن، ويفتح لك ملفات قرارات أخذتها بسرعة وقرارات أجلتها كتير، وتلاقي نفسك داخل في سيناريوهات كتير، وتقول لو كنت عملت كده كان زماني في مكان تاني، ولو كنت اخترت الطريقة ده كان شكل حياتي يبقى مختلف، وتفضل تعيش في خيالك، وتقول لنفسك أن اللي فات خلاص مش يرجع ولكن أقدر أتعلم منه، وتحس أن كل غلطة كانت درس وكل تأخير كان له حكمة، وتحس أنك بدأت تتصالح مع نفسك وتهدى شوية، وتقول أنا بني آدم بغلط وبتعلم، وربنا عمره ما بيكتب حاجة من غير معنى، وبعدها العقل يسيب الماضي ويفكر في المستقبل، وتبدأ تسأل نفسك أنا رايح على فين، أنا عايز أوصل لإيه الأحلام اللي لسه معايش جوايا ونفسي أشوفها حقيقة، وتبدأ تتخيل نفسك ناجح، وتقول إن شاء الله أقدر، وتقول أنا مش ضعيف وأنا قادر أبدأ حتى لو بخطوة بسيطة، وتحس إن في طاقة جواك والليل بيديك شجاعة غريبة، وتحس إنك أقرب لبكرة من أي وقت، وتقول يا رب اديني قوة وتوفيق عشين أقدر أحول الأفكار دي لواقع، ومع كل ده تلاقي نفسك داخل في مراجعة لنفسك كشخص، وتسأل هل أنا إنسان كويس، هل بتعامل مع الناس بخير، هل قصرت مع حد، هل في حد زعلان مني، وتلاقيك في حوار صادق مع نفسك مفيهوش مجاملات، عشين الليل بيطل على الحقيقة كما هي، وتبدأ تفكر تعدل إيه وتطور إيه وتحافظ على إيه، وتطلب من ربنا يهدي قلبك للطريق الصح، وفي وسط كل ده تلاقي العقل يفتح لك ذكريات السعادة، مش بس الحاجات اللي توجع، وتفتكر الضحك والنجاح والدعم والكلام اللي فرحك، وتفتكر لحظات بسيطة جدا لكنها كانت سبب في فرحة كبيرة، وتبتسم وأنت لسه على السرير، وتقول طالما في حاجات حلوة حصلت يبقى لسه في أحسن بإذن الله، وفي الآخر توصل للهدوء ده، وتقول لنفسك أنا هسيب قلبي على ربنا وهكمل وهحاول أكون أحسن، وهصدق إن الخير جاء، وإن مهما كانت الحياة معقدة هيجي وقت تهدى فيه النفس وترتاح الروح وتنام، وأن تحاسس إنك فهمت نفسك أكتر وبقيت أقرب لأحلامك وأقرب لطريقك الصح بإذن الله، وربنا يجعل لياليك هادية وعقلك مطمئن وقلبك مرتاح إن شاء الله. Free audio post-production by alphonic.com. وفي لحظات معينة من الليل تحس أنك مش بس بتفكر في حياتك بس، لا كمان بتفكر في العمر نفسه، وتقول هل أنا مشيت جزء كويس من طريقي ولا لسه في بدايته، وتفكر في كم مرة ضحكت وكم مرة تعبت وكم مرة حسيت أنك قوي وكم مرة حسيت أنك ضعيف، وتفكر في اللحظات اللي كانت حاسس إن الدنيا قافلة بس ربنا فتح لك باب ما كنش متوقعه أصلا، وتفكر في دعاء قلته من قلبك وشفت أثره بعد وقت، وتحس إن بالرغم من كل حاجة مريت بيها إلا أنك لسه واقف ولسه بتحاول ولسه عندك أمل ولسه قلبك حي، وتبدأ تحس أنك مش فاشل ومش قليل، بالعكس أنك إنسان عدى بمراحل وتعلم وكبر وتشكل لحد ما بقيت الشخص اللي أنت عليه دلوقتي، وتقول لنفسك أن الليل صحيح بيطلع أصعب أفكار لكن كمان بيطلع أصدق إحساس،
وتحس بهدوء بسيط جواك حتى لو التفكير لسه شغال بس بقي أهدى شوي. وبعد كده تلاقي عقلك يخش في مساحة التقدير الذاتي وتسأل نفسك هل أنا بقدر نفسي بجد ولا دائما بقلل من قيمتي؟ هل بدي نفسي حقها ولا دائما بقارن نفسي بغيري؟ وتفتكر مواقف كتير كانت فيها مستيهل كلمه حلوة من نفسك بس كانت قاسي عليها، وتفتكر مواقف تعبت فيها وبرضه كملت لأنك عندك قوة أكتر مما كنت متخيل، وتبدأ تقول لنفسك أنك محتاج تحب نفسك أكتر ومحتاج ترحم نفسك أكتر ومحتاج تديها فرصة بدل ما تحاكمها طول الوقت، وتدرك أن ما فيش إنسان كامل وإن كل واحد فينا ليه أخطاء وليه ميزات، وإن أجمل حاجة أنك تكون صادق مع نفسك ومش ظالمها، وتفكر أنك من بكرة إن شاء الله تحاول تتعامل مع نفسك بوعي أكتر ورفق أكتر، وتسيب الفكرة هذه ترسخ جواك بهدوء وتحس أنك بديت تفهم ذاتك بشكل أعمق. ومع آخر جزء من التفكير تلاقي روحك بتروح ناحية الرضا وتقول لنفسك أن طالما ربنا كاتب لك الطريق دي يبقى فيه خير حتى لو ما فهمتوش دلوقتي، وتقول إن كل حاجة مريت بها كان تحضير ودرس وتجهيز لشيء أكبر، وتبدأ تقول كفاية قلق وكفاية خوف وكفاية لوم للنفس، وتحس أنك محتاج سكون وتقول يا رب هادي قلبي وطمي روحي وقرب للخير وابعد عني كل حاجة توجعني، وتحس أن الكلام اللي خارج من جواك صادق وإنك بتكلم ربك بقلب حقيقي مش بكلام عابر، وتشعر براحة داخلية بسيطة بس مهمة، وتبدأ عينك تتقل وتحس أن الدنيا حواليك هديت فعلا، وتقول لنفسك طالما لسه بفكر ولسه بحاسب ولسه بحاول يبقى لسه في خير قدامي بإذن الله، وتنام وأن تحاسس إنك أقرب لنفسك وأقرب لأملك وأقرب لربك، وإن بكرة بإذن الله يكون أهدى وأجمل.